السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الصبليل. كل سنة وحضراتكم طيبين. وتعالوا نشوف مع بعض الصبليل الحلو ده. بصوا انا قطمت منه ووريته لكم من جوه عامل ازاي، قد ايه هش وطعمه تحفة. وكمان هنعمل مع بعض طريقة التزيين هوريها لكم ازاي، ونشوف مع بعض الصبليل الحلو بتاع النهارده ده زيناه ازاي وشكلناه ازاي. وتعالوا نشوف مع بعض المقادير وطريقة التحضير. عندي هنا بسم الله كيلو دقيق متعدد الاستخدام، وعندي كمان 4 بيضات وكيسين من الفانيليا فضيتهم فوق البيض، وعندي 400 جرام من الزبدة وقطعتهم قطع صغيره. ولو ما عندكيش قوالب صغيره من الزبده زي دي او ما لقيتيهاش، عايري كوبايتين اللي هي المج بتاع الشاي ده، عايري منه كوبايتين من الزبده. المج ده وزنه 200 جرام تمام، وكوبايه ونص سكر من نفس الكوبايه، عايري كله من نفس الكوبايه. و4 بيضات، وضفت عليهم كيسين من الفانيليا ورشه من الملح. وبدات الاول قلبت السكر مع الزبده، وطبعا كل المقادير بتاعتنا بدرجه حراره الغرفه، يعني مطلعيها بره التلاجة اذا كان الزبده او اذا كان البيض. ورشه الملح على الدقيق، وبعد كده نزلت الدقيق على 3-4 مراحل لغايه ما العجينه زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه انك ما تعجنيش البسكوتات كتير، البسكوت او الصبليه او البيتي فور، البسكوتات الناعمه دي ما بتتعجنش كتير، يا دوب تقليبه سريعه كده لمجرد بس ان الدقيق اللي قدامك يختفي، يختلط بكل المقادير. ونزلنا طبعا الدقيق تدريجيا كده واحده واحده لغايه ما خلصنا كميه الدقيق كلها. وده كده شكل العجينه النهائي. بعد العجن هنضيفها بقى في التلاجة نص ساعه، وبعد نص ساعه هنطلعها زي ما انتم شايفين كده. هناخد منها قطع صغيره ونفردها ما بين كيسين تلاجة مفتوحين، ونفردها بالنشابه او ممكن تفرديها بايدك، هي سهله التشكيل. تعالوا بقى نشوف سمك العجينه عامل ازاي. بصوا ده السمك بتاع العجينه، ده كده الارتفاع بتاع البسكوته تمام، لانك لسه تدخل الفرن تتخبز وهتبقى فيها ارتفاع من البيض، لان هي ما فيهاش بيكنج باودر، هي هترتفع بالبيض. وكمان هتحطي طبقتين فوق بعض، فكده السمك ده مناسب. هنبدا ان احنا نساوي الاطراف بالسكينه عشان يبقى قدامك مستطيل او مربع، تبداي بقى انت تطلعي منه الاشكال براحتك. عايزه تشكلي كله بالسكينه مفيش مشكله، عايزه تشكلي كله بالشوكه برده مفيش مشكله، عندك قطعات بقى واشكال ودلع وحركات براحتك، عيشي حياتك. تعالوا نشوف مع بعض بقى اول شكل هنعمله ازاي مع بعض. انا عندي هنا القطاعه اللي هي بتاعه البطاطس او بتاع القشاره اللي احنا بنقشر بيها البطاطس، وممكن نشكل بيها البطاطس بقى، نقطع بيها المخلل. هي دي اللي انتوا شايفينها قدامكم، دي موجوده في كل بيت، ولو مش موجوده برده هي رخيصه جدا مش غاليه. هنبدا ان احنا نشكل بيها مربعات او مستطيلات، يعني مستطيل او مربعات مفيش مشكله. بس اهم حاجه اي تشكيله هتشكليها لازم تكون عددها زوجي، ما ينفعش عدد فردي، لانك انت هتطبقي بسكوتين فوق بعض، فلازم يبقى كل تشكيله ليها التطبيقه بتاعتها. ده كده اول شكل. تعالوا نشوف بقى تاني شكل هنعمله ازاي. انا عندي هنا البصمه بتاعت الكحك، هستخدمها من الجهه اللي هي بتقطع بيها. هعمل برده، هنعمل مع بعض الشكل ده اللي هو شبه الدونت، بيبقى مفتوح كده من الوسط، وكمان التقفيله بتاعته من تحت واحده مقفوله ومن فوق التانية مفتوحه. ودي كده التشكيله التانية. هستخدم بقى البصمه دي في الجهه اللي تحت والجهه اللي فوق، هستخدمها في الشكلين ده كده. دي التشكيلات اللي انا عملتها. هعمل لكم برده اشكال تانية. في حاجات بس مهمه لازم ناخد بالنا منها، تسويه سمك العجينه ما تتعجنش كتير. كمان لما تيجي تشكلي اي تشكيله لازم تغمسي بقى السكينه اللي معاكي او الشوكه او البصامه او القطاعات في دقيق، تغمسيها الاول في دقيق وتنفضيها من الدقيق الزياده، وتبداي تقطعي بيها عشان العجينه ما تلزقش فيها. وده كده شكل الصبليه بتاعنا بعد ما طلع من الفرن، قد ايه لونه ذهبي وبيقرمش وطعمه تحفه. تعالوا بقى نشوف طريقه التزيين. انا عندي هنا طبقه البسكوت اللي هي مفتوحه شبه الدونت، هنضيف على الطبقه المقفوله مربى مشمش او فراوله، وبعد كده نغطي بقى طبقه البسكوت من فوق التانية واللي شبه الدونت بالسكر البودر. وده كده اول تزيين. تاني تزيين عندي اي شوكولاته نوتيلا او جناش يكون تقيل شويه، هنبدا نعمل بيه الحشوات، نقفل بيه البسكوتين على بعض. بعد كده عندي كمان شوكولاته بيضه وشوكليت شيبس، هنبدا ان احنا نغطس فيه الشوكولاتات، نغطس فيه البسكوتات بتاعتنا. ودي كده الاشكال النهائيه اللي احنا عملناها مع بعض. ان شاء الله تجربوا طريقه الصبليه بتاعت النهارده تعجبكم باذن الله. وما تنسونيش في اللايكات والاشتراك وتفعيل زر الجرس على قناتي على اليوتيوب. وما تنسوش تتابعوني كمان على الواتس، وكمان على التيك توك. وان شاء الله تجربوا الوصفات بتاعتي وتعجبكم. ونتقابل مع بعض في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.